يا جماعة عاملين ايه؟ صباح الخير. نعمل معاكم النهاردة ايه؟ مسقعة. مقطعاها ازاي؟ عاملة زي القرصة بتاعت الفطير المشلتت. جميلة. معسل. حلوة اوي. هخرطها ايه دي بقى؟ مكعبات بقى. قطعتها كده واعملها مكعبات. جميلة. حلوة. مطرح الصوابع، مطرح البتنجان. ضوافر اسودت. ايه رأيكم؟ اعمل معاكم مسقعة وما اعملها واخلصها واوريها لكم. اقطعها مكعبات، دي اقطعه مكعبات. اقطع دي مكعبات. النهارده ايه؟ يومنا مسقعة النهارده وبتنجان بدق. جميل. ما شاء الله. معسلة عسل نحل، دي نتاية دي. البتنجان ديت نتي طويلة. الحتة البيضة اللي هي بتبقى في البتنجان دي والبامب دي جميل وبتسكر. عامل زي الفطير المشلتت ازاي. والله اقطعها بقى الوقت مكعبات عشان اقليهم. دول 2 كيلو دول. شوفوا تقول ايه الواحدة. اقطعها مكعبات. بحبها انا كده تخينة، السمك بتاعها بيبقى تخين كده. لما بتتقلي بتعمل تبقى في المسقعة خطير ومسكر. مخلص هوريكم. يا حبايب عاملين ايه؟ قطعت البتنجان مكعبات معاكم اهو. بحب اعمله كده مسقعة وبقليه كده. تاخد الحتة في اللق. وبعدين ما تجيبوش البتنجان اللي النتاية. شوفوا انا مخلياها مش راضية اقشرها. دي اما تكون طويلة كده وبامبي كده دي بتبقى سكر في الاكل. ما تقلي بتنجان بدقة بتبقى عسل. بتقلي تعملي مسقعة بتبقى جميلة مسكرة. دي النتاية دي. عرفتوا؟ اهو. لسه هقطعها. جميلة جميلة جميلة. شو بامبي ازاي وحلوة. دي اللي بتبقى معسلة بلدي دي. دي البلدي. قطعته اهو مكعبات. ما شاء الله عليه. اهو. وهقليه بقى. ارش عليه ملح الاول وينزل الميه بتاعته عشان مش ياخد زيت كتير. واقلي بقى. واعمل مسقعه واعمل بتنجان بدق. ماشي. واوريكم يا حبايبي. تعالوا اتغدوا معايا يا حبايبي، يا ريت والله. ده نعمل لكم احلى اكل والله يا حبايبي. يا ربنا. واقلي اهو البتنجان. ايه البتنجان ابو دقه ده؟ هطلع اول رشه البتنجان ابو دقه اللي بنفطر منه جنب الطعميه وجنب الحاجه. البتنجان اهو بدقه ده. كده المسقعه بقى.
عندنا اهو ناخد البتنجان بتاعه هو اللي عليه هسه التقليعة بتاعتها اهو حمرا وجميلة مشطشطة وجميل مع الفلفل بس مولع يا جماعة، ده 10 جنيه الصبح مربى الفروع. سهلة يعني، سهلة خالص يعني، تعملي الحاجة وخلصت في دقيقة كده. أنا بقى بحب أرش عليها التخديعة كده يا جماعة بعد ما أحط الفلفل، بس أحط الفلفل في التخديعة يستوي، أخد له غلوتين وبعدين أروح بقى أرشها بقى كده على الوش. عرفتوا؟ أنا بحبها كده جميلة يعني، مش بحب اسويها زي الناس ما بتسويها كده، تحطها في التخديعة تسويها زي الطبيخ، لا انا بحب ارش عليها كده، تاخدي بالمعلقة تحطه في الطبق قدامك. جميلة 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 عشان مش تحمض يعني، اللي ياخد بالمعلقة يحطه في الطبق قدامه وهو بيفطر بيتغدى. يعني المفروض الحاجات دي تتعمل جنب كل الاكل، يعني المفروض لو انت حتى عامله تعملي المسقعه دي والبتنجان ابو دقه يبقى جنب الاكل. والله تبقى الأكلة جميلة. البتنجان مولع نخلي البيت مخصص كده. ركاتي وحركاتي هو ده، هي دي المسقعة مشطشطة، تفتح نفسك على الفطار الصبح وانت بتاكلي الفلافل والطعمية والحاجات دي. يا جمالي يا جمالي. حطوا بقى لايكات بقى، انا عايزة لايكات كتير 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 قولوا الإيمان. اهو نحط التخديعة بقى كده، الفلفل يستوي فيها بقى كده، روح ارشها المسقعة ما تاخد غلوتين كده. عندنا اهو، عندنا بدق اهو، خلصت كل حاجة معاكم في دقيقة، مش خدت والله ما خدت نص ساعة، بس تاخد كده بقى غلوتين كده، الفلفل يستوي في التخديعة يشرب منها وبعدين ترصيها بقى في العسل ده. الجمال دوت، يا جماله يا جماله، يا جماله يا جماله. تظبطي الحاجة تطلع مظبوطة معاك وتفتح حلو. معلش يا جماعة أنا بقى بطبخ بإيد وأصور بإيد. اهي بقى لها كده ترجيعة كده، جماله يا جماله. هو دي المسقعة الجميلة في التاكل.
طبق مسقعة ما شاء الله عليهم. ايه رأيكم؟ يا جماله يا جماله. أهو. وهنا ايه طبق البتنجان ابو دق. ايه رأيكم يا حبايبي؟ يقولوا الإمام تعمل لكم حاجات تفتح النفس اهي، ولا لحمة ولا سمك ولا فراخ. النهارده غدانا مسقعة. عندنا ملوخية عاملاها بالشوربة خطيرة برضه، هنطلعها نسخنها وكده. كان عندي بتنجان قومي اعمليه. العيش بقى جايبينه من بتاع المطحن، خطير خطير. هتغدوا معانا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ربنا يخليكم. عايزة لايكات كتير كتير كتير. جميلة المسقعة دي، جميلة جميلة. شفتوا جميلة ازاي؟ فنجان بدقة والعيش، خضرة الفجل جرجير وخضرة جميلة. تاكلوا معايا. لسه بتغدى، صليت المغرب ولسه بتغدى والله. جميلة ازاي؟ ما شاء الله عليها. جميلة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عامل معاكم مسقعة النهاردة اهو. حط الطماطم بتاع دوت والفلفل، بعمل التخديع اهو. وهقل معاكم هنا ايه بتنجان مقطعاه ايه مكعبات اهو. بحب اقطع البتنجان مكعبات من المسقعة. اعمل بتنجان بدقة كده، نفطر منه الصبح. حبة البتنجان قد كده 5 جنيه، تقولك الزيت وتقولك مش عارفة ايه. نعمل مسقعة نفطر منها الصبح جنب الفطار جنب الطعمية. مسقعة وبتنجان بدقة. بحب اقطعه مكعبات. وهنا الفلفل اهو هقليه واحط، انا بحب احط بس فلفل في المسقعة يا جماعة، مش بحب البطاطس فيه. هنا اهو مكعبات. اعمل معاكم ايه التخديعة اهي، عبال ما اخلص قلية البتنجان يكون التخديعة اتسبكت. يعني بسيطة، يعني مش شغلانة يعني. بحب البتنجان كده ومعسل وجميل. وهنا ايه البهارات، هنا ايه كزبرة وكمون وشطة مرق الدجاج. تحط خل على التخديع عشان ايه مش تحرحر على صدرك كده. حط حبة خل في التخديعة. وهنا الطماطم اهي، الطماطم اهي. ما شاء الله. تخديعة المسقعة. وهنا اهو البهارات اهي. تحط حبة سكر كمان. ما شاء الله عليه. انا بقى ايه بتنجان الشغلانة يعني.
اهو هقليه برضو. هتغدوا معانا يا حبايبي، بعمل حبة مسقعة مشطشطين وجمال. طماطم جميلة ومعسلة بطماطم وحلو. الطماطم ده اللي مفرزاه، طلع منها تفك نخلص الآلية وأوريكم بقى المسقعة.